ننوش فقرة الميك اب والعناية بالبشرة، كلام مهم ورد على المتابعين. ليش اختفينا امبارح؟ رح نبدأ بالتجهيزات للعودة إلى سوريا. صباح الخير، كيفكن؟ شو الأخبار؟ هو يعني نحن مو قصة اختفينا. أنا بعدين ريت شفايق بكير. أنا ما دخلني، أنا حامل ولازم أنام للدور، يعني صار لي زمان أساسا ما نمت هيك نومي. ما فهمت ليش جاي لعندي عم تقولوا اختفيتي؟ ريتشو ليش ما صور لكم؟ خلص يا عمري اليوم بعوضكم، خلص اكلتونا بلا ملح، اكلتونا بلا ملح. طيب ما بحق لنا بعد هالغياب انا وريتشو عن بعض، يعني هلا كنا نسهر وكنا نطلع وكذا، بس عن جد يعني كيف مشوار هذا يعتبر زوجي بما معنى الكلمه، لانه ريتشو كل مره بيعملها فيني. صار نطلع يعني خلص نطلع انه بنقعد تليفوناتنا على جنب، فبيغدرني، هو بيغدرني بيصور لكم مشان شو انتوا تجوا لعندي تكتبوا لي انه ايه ليش ما صورتينا وليش ما تجهزتي معنا ليش ما ادري شو. فامبارح قلت له شو؟ لا خلص رح نحط تليفونات على جنب. فعلا حطينا تليفوناتنا طيران كمان، مو بس على جنب. هلا شوفوا شعري رح ارفعه، ماني حابة اخليه نازل ابدا، رح ارفعه هيك لورا بس اترك الغدرة. يعني شعراتي بعدهم مي، ما بدي استشوي الشعر كله بصراحة، استشورت بس الغدرة ورح ارفع الشعر لفوق انه يعني في سشوار خارجي غير شكل. شوف بدي اذا لاحظتوا علي بهالفترة اني انا صايرة كتير عم برفع شعراتي، ما عم حب انه يكونوا فلت. ما بعرف اذا انتبهتوا يعني عن جد. حتى ممكن اخذ شيء، لا هلا بحط نظارات فما بيقعدوا يعني ما بيقعدوا يزعجوني هيك الغدرة كمان. انا ما بحب اني اشيل هيك شعري بالكامل عن وشي. اوكي منيحة ملاقي شي عندي بالبيت اني البسه. هذا فستان رح اخده معي كمان على سوريا لانه بصراحة شوفوا مريح، يعني الزمة تبعيته ما نزعجتني ومريح. انا كثير خايفة انه ما توصلني الطلبية الثانية. هلا رح ننزل على السوق، ريتشو لازم شوية اغراض، شو بدنا نتسوق شو بدنا نجيب، ولازم كمان اليوم يعني خليني اضرب قسم كبير من الشنطة. يعني هنا انا بدي اخذ شنطتين كبار وشنطتي صغار اللي جبتهم معي. اللي تبعود الطيارة هدول اخر شي بضربهم، انا مشكلة، بس تبعود الشحن خليني اضرب اقل شي شنطة كاملة سكرة، والشنطة الثانية تكون لنا، يعني هذيك الشنطة تكون اغراض لرانيا والاولاد وهيك وكذا، والشنطاية الثانية تكون لنا نحن، لانه ما معي احذية، ما معي شي بدي اخده، فلهيك انه اخف علي الحمل. عن جد اخذ معي احذية كتير منيحة لسوريا. رجعت معي كل شي سبدرين، يمكن تركت بس واحد لونه ابيض بسوريا، الباقي كله رجعته. رجعت اثنين معي. ايه هذا هيك العال الكبير لانه عن جد ما بتحمل البس شي هيك يكون مسكر على اجري ابدا. بفتره الحمل انا عن جد ما بطيق حالي اني البس شيء هيك يكمش لي اجري بطريقه احس هيك في حدا خانقني. والله ما بعرف اذا في حدا مثلي بهذا الموضوع، بس انا يعني من دون حمل ما بطيق شيء اسمه سبدرين بالشوب، ما بتحمل والله العظيم ما بتحمل. اجرائي بحس العروق هيك بيعملوا نفض هيك يضخ الدم فيهم مو بشكل مو طبيعي، فما برتاح. لهذا السبب يعني انا بتجنب كثير لباس سبدرين بالصيف، كثير. هون حبيت العدسات اللي قلتولي امبارحه، والله انا حبيتهم كمان، طلعوا كتير حلوين على الميك اب، ما معقول شو حلوين. واللي عم يستني هدول من وين؟ هدول من السويد، وعلى طول انا بحط لكم الصفحه اللي بطلب منها. بصراحه عدساتها بيسطلوا لون، مريحين، طبيعيين، ما بيزعجوا، يعني ما بتحسوا انه في شيء انه انتم بعينكم او ضايقكم او شيء. بصراحه ما بحب اغير ابدا العدسات اللي عندها، بيسطلوا. هلا اكيد في عدسات ثانيه ممكن انتم ترتاحوا فيها، بس انا عم بحكي لكم عن تجربتي انا بالعدسات اللي بجيبهم، وبتسالوني عنهم كمان انتم على طول. بصراحه دول بوصلهم من السويد وكتير برتاح فيهم انا. اوكي خلينا هلا نحط شوي زي المرطب تبعي بسوريا، فعم بستخدم مرطب ريتشو، يعني هو بصير يعني عرفتوا عادي. واقي الشمس كمان، واقي الشمس نسيانته انا وينه؟ اخي قلبي
لا ليه بقول ما نسيته. عندي 2 تركت واحد بسوريا وجبت واحد معي. منيح ريتشو فاق الصبح وراح خلص كل شغله منيح. وفكرة بعد هلا عنده مشوار، شو بعد عنده مشوار اخير هلا، فقام قال لي جهزي وروحي معي بدي اقضي يعني شغلته ما في نص ساعة ومشان نكفي انا وانتي على الوان. قال لي مشان ما اروح وارجع هيك. قلت له ما في مشكلة يعني حتى طلعوا نسكافيه بيتي عم بشربها معكم. المهم شو حابين تاكلوا اليوم يا حلوين؟ وين حابين نروح؟ شو حابين نعمل؟ اذا في شي نسيان تذكروني فيه. ما عدا البلاي ستيشن لانه هي براسي لا تخاف. يا ويلي شو في ناس ذكرتني فيها. والله العظيم انه هي ببالي البلاي ستيشن ما تاكلوا اي هم. بس اكيد ما رح حتى في حدا نبهني انه نوش ما تحطي الاغراض الاختيون انه بالكياس، انه كلهم شيليهم حتى شيلت النمر وهيك مشان الجمارك. هلا بشيلهم انا ما عندي مشكله يعني. حتى البلاي ستيشن ما راح اخلي شي بكرتون او شي، كله راح شيله ولفه وهيك. بصراحه بخاف تنكسر اول شغله. ثاني شي بعرف موضوع انه اذا شي جديد وبكرتون وهيك انه بيمكن عليه جمرك او شي في كذا حدا. فلا كل شي اغراض راح اخذهم معي، راح اشيل التيكت مثلا عليهم النمر او مثلا كل شي بكرتون وهيك كمان راح اشيله فما تاكلهم. ولاف اللي بحب ينبهني على كل شي. والله انا بدنا نشوف ريتشو اليوم شو حابب ياكل، بس عن جد تعرفوا على شو عبالي. اذا صار معنا وقت او اذا اذا اكلنا بهذا المطعم اكلنا، ما اكلنا بناكل بغيره يعني ما بأثر. عبالي روح هذا المطعم الايطالي اللي انا عن جد كثير بحب عنده شو اسمه الباستا كثير طيبه. لا نحن بنعمل باستا بالبيت بس سبحان الله الباستا اللي هن بيعملوها مختلفه عن جد. يعني بتذكروا زمان كنت لكم انه كيف في ناس كانت تروح على المطعم انه بتطلب باستا وهيك. انا اسفه عن جد انا اسفه صرت مثلكم. صرت انا كمان بس روح على المطعم اطلب باستا. بصراحه كل مطعم يعني مختلفه عن الثاني بالباستا، كيف بيقدمها كيف الصوص تبعه. حبيت عن جد. بس هذا اكثر مطعم انا مغرمه يعني غرامي عنده الباستا اللي بيعمل. عيوني يلا انا جاهزه. بشرتك عن جد لازم تحط. والله حبيبي بشرتي تعبت من الاضاءه والشمس فوق كثير تعبت. ما اقول شو صار فيها فلازم. وغير هيك ما بقولش انه هاي هذا ايه السوفت وريتشو وعم بيجي شو وعم شيله كل يوم بدك تحط وتشيل طريقه شيله دمرت حاجز البشره بالكامل. قلت له 1000 حبيبي مره مو لهالدرجه كمان حسستيني بشرتي صارت كيف عمري. لا انت بشرتك حساسه. هو كيف بيمسح؟ تعرفوا الشباب كيف بيمسحوا؟ انت شو اسمنا شباب خلص انتهى الموضوع. تعرفوا خلص لي القطن. اقسم بالله القطن عندي بضل شهرين. انا مسك هيك وبيعمل هيك. قلت له شو عم تعمل بشرتك؟ ما عم يشاف. قلت له مو هيك شوي شوي حبيبي طبطب هيك شوي شوي. عمل لي لا احلى شيء مره شلت له الميك اب بس بقطنه 2. عمل لي والله قطنتين ما بطلع معي قطنتين. قام عمل لي هيك قال لي والله شلتيه. قلت له والله ليش انت مروح لي نص القطن؟ بروح لاشياء 12 بيستخدم هيك كلها بيستخدمها. قلت له كرمال الله انا والله بشتري لك قطعه. قلت له مو قصد تشتري بس كثير عم تستخدم لك علبه المزيل لك طياره. قال والله انت يعني بتروح معي بتحمم فيها كده بتحمم. قلت له شوفي يا حرام خلص القطن ونيك ما صورت لكم ردة فعل. خلصتها؟ شو بي؟ طب حبيبي شو بعرفني؟ عرفتي ما في خالي ما فيه معطرات ومنكهات وروائح وهي بيجي وايبس لسه يعني مثل هذا بدك تقولي هيك ما بيزعجها بالعكس بنظفها بعمق كثير. شو رايك ما تزعجيني وتقومي؟ يلا قايمه شربان قهوته ومصحصح وكل شيء بده يعني. انا ب5 دقايق كنت شربانه قهوتي ولابسه ومجهزه حالي. عمرنا نجهز بالسياره.